بما ان كل البيوت دلوقتي فيها برتقان، تعالوا نستغل الفرصة الحلوة ديت ونحضر مع بعض 60 وحداية من بسكوت البرتقان وبدون حبة بيض واحدة، بمكونات بسيطة جدا وان شاء الله كلها تكون متوفرة في البيت. طعم البرتقان وريحة البرتقان قوية جدا في البسكوت، البسكوتية كمان نفسها من بره مقرمشة جدا والقوام بتاعها مظبوط جدا من جوه. حقيقي البسكوت طالع طعمه وريحته حلوة جدا جدا. هنحضره في خطوتين 2 بس، وكمان هنستخدم الخلاط، يعني بدون تعقيدات كتير وبدون خطوات كتير، وهيطلع معاكي طعمه حلو جدا وناجح من اول مره. تفطري بيه بقى الصبح كده جنب كوبايه الشاي، طعمه بيبقى روعه. تعالي شوفي الطريقه بتاعتي ويلا بينا نحضره مع بعض. بس لاول مره بتشوفيني انا رحاب، ما تنسيش تعملي سبسكرايب ولايك وشير وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد بقدمه. في البدايه كده محتاجين معلقه كبيره من بشر البرتقان، هو دوت اللي هيدينا الطعم والريحه القويه للبسكوته. اهم حاجه ما تحطيش الابيض اللي بيبقى في القشر عشان بيبقى طعمه مر. هنحضر بقى الخلاط بتاعنا ونضيف عليه كل المكونات ما عدا الدقيق. في البدايه كده معايا كوبايه الا ربع من السكر الابيض العادي، انا بس عطيته طحنه سريعه علشان يبقى سهل ان هو يدوب مع باقي المكونات. هضيف عليه ربع كوبايه من الزيت، وهضيف كمان كوبايه كبيره من عصير البرتقان الفريش، بعد ما تعصريه تصفيه كويس بمصفى علشان ما يبقاش فيه التفل. هضيف كمان ذره صغيره من الملح، نص كوبايه من السمنه، طبعا الجو دلوقتي برد فهتلاقي ان السمنه متماسكه، ما تدوبيهاش ولا حاجه، حطيها كده زي ما هي. وهضيف كمان معلقه كبيره من بشر البرتقان، وهبتدي بقى اخلط المكونات كويس جدا مع بعضها. في الاول بس هتحسي ان هي تقيله، بس بعد كده القوام هيبقى معاكي كريمي. بالنسبه بقى للمكونات الجافه، معايا كوبايتين ونص من الدقيق المنخول، انا كمان استخدمت دقيق متعدد الاستخدامات. معايا كمان نص كوبايه من نفس نوع الدقيق، هسيبها على جنب علشان اشوف العجينه بتاعتي محتاجه دقيق تاني ولا لا. المهم ان انت ما تحطيش كل كميه الدقيق مره واحده. هضيف دلوقتي معلقتين كبار من النشا، معلقه صغيره من البيكنج باودر، واخر حاجه هضيفها ربع معلقه صغيره من النشادر. النشادر هتدي هشاشه للبسكوته حلوه جدا. وهدي بقى كده تقليبه سريعه للمكونات الجافه، وهضيف كده على الدقيق كل المكونات اللي احنا خلطناها في الخلاط. وسواء بقى بالمعلقه او بالويسك هتقلبي كده المكونات كويس مع بعض لحد كده ما تتشكل معاكي عجينه. ما تقلبيش كتير لان البسكوت مش بيحتاج عجن كتير علشان ما يطلعش معاكي ناشف. طبعا العجينه طلعت معايا سايبه، فهضيف كده معلقتين كبار من نص كوبايه الدقيق اللي انا كنت سايباهم على جنب. وهتضيفي كده نص كوبايه الدقيق دي شويه بشويه، ممكن تحتاجي نص كوبايه الدقيق اكتر او اقل على حسب نوع الدقيق اللي عندك. ممكن نوع الدقيق اللي عندك يكون بيشرب السوائل بسرعه. اهم حاجه ان انت توصلي للقوام دوت من العجينه. تاخدي كده كوره صغيره وتشكليها، لو طلعت معاكي ناعمه ومش بتشقق ومش بتفرول كده كويس جدا. هاخد بقى نص كميه العجينه وافردها كده ما بين كيسين بلاستيك علشان اعرف افردها كويس، وبالنشابه كده افرد العجينه بتاعتي. المهم ان السمك بتاعها يكون متوسط، لا رفيع قوي ولا يكون سميك قوي. انا اخترت لكم كمان اسهل طريقه للتشكيل، اي قطعه عندك تقدري تستخدميها. هشيل كده الزيادات عشان هرجع اشكلها مره تانية، وابتدي بقى كده ارص البسكوت بتاعي في الصينيه بتاعتي بدون اي ماده دهنيه. بصي بقى السمك بتاع البسكوته مظبوط ازاي، وتعملي كده مسافه بين كل بسكوته والتانيه. كده خلاص البسكوت بتاعي بقى جاهز، هيدخل الفرن على درجه حراره 150 على الرف الاوسط من 10 دقايق لربع ساعه بالكتير. ما تسيبيش البسكوت في الفرن وتعملي حاجه تانيه لانه بياخد لون بسرعه جدا من تحت، يعني اهم حاجه كده تكوني واقفه قدام الفرن. هياخد لون ذهبي من تحت، تقومي مشغله الشوايه ياخد اللون الجميل دوت من فوق، وبكده خلاص هيبقى جاهز. انا حبيت كده ادلعه شويه، يعني عملت له كده خلطه تغطيه جميله قوي، معلقه كبيره من السكر ومعلقه صغيره من القرفه، وهقلبهم مع بعض. اهم حاجه ان انت تحطي البسكوت في خلطه التغطيه ديت وهو سخن جدا جدا علشان الخلطه ديت تمسك عليه. لو استنيتي عليه شويه هينشف، وهتحطي عليه خلطه التغطيه هتنزل كلها من على البسكوت. وبعد كده ترصيه بقى كده على راك علشان يفضل معاكي مقرمش. مش قادره اقول لك الريحه بتاعته بتبقى عامله ازاي. الخلطه كمان اللي انا عملتها بقى ميكس كده ما بين البرتقان والسكر والقرفه، بقيتي مش فاهمه ايه اللي بيحصل، بس بجد طعمه حلو جدا جدا. انا كمان قدمته للولاد بالطريقه ديت، عجبهم قوي. استخدمت كده الكوبايات بتاعه الكب كيك، وحطيت كده في كل واحده بسكوتين، الطريقه كانت عجباهم قوي. وبس كده خلصناه. قدمته كمان مع كوبايه شاي بلبن، بجد طعمه كان حلو جدا جدا. البسكوتيه مقرمشه جدا وطعمها حلو قوي. وبس كده وصفه النهارده خلصت. اتمنى ان الوصفه تكون سهله وبسيطه، مستنيه رايك فيها. الفيديو كمان لو عجبك ما تنسيش تعملي لايك، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. باي باي.